ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو جديد، وان شاء الله النهارده هنعمل لكم مسقعه. هنجيب بقى بتنجان كده نقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهنحط عليه معاه فلفل رومي، وهنرشه بالملح عشان ما يشربش زيت كتير. ده كده شكله بعد اما حمرناه. ويا جماعه ما تنسوش في اي اوقات فاضيه في الفيديو تستغلوا الاوقات دي في الصلاه على النبي وذكر الله. ودلوقتي يلا بينا نعمل التسبيكه بتاعه المسقعه. ودلوقتي بقى نجيب الحلة كده ونحط فيها توم مفروم وزيت، وبعد كده هننزل عليهم بمعلقتين صلصة، وبعد معلقتين صلصة هننزل عليهم بعصير الطماطم، وبعد كده بقى ننزل عليهم بالتوابل بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وسكر، معلقة سكر يعني. يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اللي احنا بنعمله، وتكتبوا لنا في الكومنتات اي حاجه انتوا عايزيننا نعملها لكم. ودلوقتي بقى ننزل عليهم بعصير الطماطم وهنستناه لحد اما يتسبك. يا جماعه ده كده شكله بعد اما تسبك. بعد كده بقى هننزل عليه بالبتنجان والفلفل اللي احنا كنا حمرناهم في الزيت الاول، وهننزل عليهم بنص كوبايه ميه، وبرضو هنستناهم لحد ما يتسبكوا. وده كده شكله بعد اما تسبك. ويا جماعة اي حد عايز مننا اي اكلة او اي طريقة لاي حاجة يكتبها لنا في الكومنتس واحنا هنعملها له على طول. واي حد يتفرج على الفيديو يعمل لايك عشان يدعمنا. يا جماعة جربوا برضو طريقة المسقعة دي، هتعجبكم وبجد مش هتقدروا تبطلوها. وده كده خلاص بعد اما استوت، يعني دلوقتي المفروض ان احنا هنغرفها. دلوقتي يا جماعة بقى يلا بينا نعمل جنبها بطاطس مهروسة. دلوقتي يا جماعة بقى هنجيب كده بطاطس، هنقطعها مكعبات وهنسلقها كويس جدا، وبعد كده بعد ما تطلع هنحط عليها ملح وفلفل اسود ونص كوباية لبن، وهنهرسهم مع بعض كويس قوي. اهي نص كوباية اللبن، يعني احنا هرسناها قبل ما نحط عليها نص كوباية اللبن. وبعد كده بقى هنجيب حلة على النار وهننزل فيها بسمنة بلدي وثوم مهروس، وبعد كده هننزل عليهم بالبطاطس ونقلبهم مع بعض بقى كويس كده، وبعد كده هتبقى البطاطس المهروسة بتاعتنا خلصت. ومعلش يا جماعة المقطع ده اتعاد مرتين. يا جماعة يا ريت تعملوا شير لكل اصحابكم واخواتكم وكل الناس اللي انتوا تعرفوهم عشان تدعمونا، وتعملوا لايك وشير لاي فيديو ينزل عندنا، وتتابعوا قناتنا عشان يوصلكم كل جديد. واي اكله عايزينها مننا اكتبوها لنا في الكومنتس، واحنا ان شاء الله هنعملها لكم على طول. واستنوا فيديوهاتنا الجايه. ويا جماعة يا ريت تدعوا لأهلنا في فلسطين، ربنا يصبرهم وينصرهم. وكمان استغلوا الاوقات الفاضيه في الفيديو في صلاه على النبي وذكر الله. وبعد كده يا جماعه بقى بعد ما ننزل في الحله بالسمنه البلدي والثوم المهروس، هننزل عليهم بالبطاطس المهروسه بتاعتنا وهنقلبهم شويه كده. هنقلبهم في السمنه البلدي يعني، وكده تبقى البطاطس بتاعتنا خلصت. هي دلوقتي كده خلصت، وده شكلها النهائي. وده كده يا جماعة الشكل النهائي للمسقعة. جربوها بجد هتعجبكم قوي، ومش هتقدروا تبطلوا الطريقة دي. بس كده ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، انتظرونا في الفيديوهات الجاية. وبس كده، مع السلامة.